ايه الأحسن؟ أعلم الطفل الحروف بالترتيب ولا من غير ترتيب؟ لو الحروف انجليش يبقى أحسن ليها الترتيب، لأن كده كده كل حرف مختلف تماما عن اللي بعده، فكده كده الطفل مش هيتلخبط. أما بقى لو هعلمهم حروف العربي يبقى أنا عندي نوعين من الأطفال. النوع الأول اللي لازم ياخدهم بالترتيب من غير ما تسيبي فاصل زمني بينهم طويل، عشان الطفل يقدر يعرف الفرق بينهم. لانك مثلا لو شرحتي له حرف الباء وسيبنا وقت ورجعنا شرحنا له حرف التاء، الطفل هيتلخبط ويقولك احنا اخدنا هامس، فترجعي تشرحي تاني حرف القديم اللي هو الباء مع الحرف الجديد اللي هو التاء عشان يعرف الفرق ما بينهم، وهنرجع برضو لنفس النقطة. النوع التاني اللي ما بيتلخبطش، اللي عادي ياخدهم من غير ترتيب، وفي الحالتين بلاش نشغل دماغ الطفل بتمرين الحرف التالي والحرف السابق لأن ليس له قيمة، بس طريقة ترتيب الحروف بنستخدمها بس مع الأطفال اللي ما عندهاش قوة ملاحظة.